السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل العجوة بالبلح الناشف بتاعنا اللي احنا بنجيبه في رمضان بتاع الخشاف بطريقة جميلة وسهل جدا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة. انا هنا معايا 3 كيلو بلح اللي هو الناشف، فصصته وغسلته كويس وبعد كده صفيته في مصفى، وفي حلة على النار نزلت بالبلح كده ومعاه كوبايتين مية الاول، وبقلب فيه كده بالطريقة دي على نار عالية. هقلب فيه، كل ما اقلب فيه كده واحس ان المية قلت هضيف له مية تاني. دول 3 كيلو بلح خدوا 4 كوبايات مية بالظبط. ولازم تبقى ايدك فيه كده على طول تقلبي فيه والنار عالية في الاول. بعد بقى ما تحس ان هو خلاص ابتدى يتهري كده معاكي، هنوطي النار خالص ونسيبه على نار واطية خالص، وتفضلي بقى تقلبي كده وتهرسي فيه لحد ما ينعم معاكي خالص. بعد كده بقى هغطيه وهوطي عليه خالص لحد بقى كده ما احس ان هو ابتدى ينشف زي ما انتوا شايفين كده. كل شوية هبص عليه برضو، ودلوقتي انا بقلبه بقى بمعلقة خشب علشان خاطر تهرسوا معايا زيادة. بعد كده بقى بهرست البطاطس اللي هي العادية، ههرس فيه. انا مش هستخدم بقى ولا كبة ولا خلاط ولا الكلام ده خالص، انا هرسه بهرسة البطاطس العادية. بصوا كده هرس فيه خالص لحد ما احس انه اتهرى وبقى ناعم معايا. ممكن تلاقي فيه قطع بسيطة من البلح بس مش هتفرق خالص وهتبقى حلوة برضو بالطريقة دي كده. اهم حاجة وانتي بتهرسي كده بالهراسة يبقى النار برضو شغالة وتبقى النار واطية خالص اكنها شمعة كده تحتيه، عشان كل ما النار شغالة كده وانتي بتهرسي بيبقى البلح بيطرب في ايدك ويتهرس بسرعة. هنا بقى كده معايا 125 جرام زبدة، حطيت عليهم حبة سمسم مش متحمص، سمسم ابيض عادي. قلبته شوية كده في الزبدة، وبعد كده بنزل حبة حبة كده بالعجوة عشان تبقى سهلة معايا في التقليب وكلها تختلط مع بعضيها وكلها تشرب من الزبدة. بصوا كده بالطريقة دي. هنزل بقى بكل العجوة كده واقلبها كده برضو والنار شغالة معايا، مش هطفي النار خالص لحد ما اخلص. كده خلاص العجوة جهزت معايا، هسيبها تهدى بس. وبعد كده معايا طبق صغير كده فيه حبة زيت، ومجهزة طبق فوم اللي هو الربع كيلو، واكياس اللي هي بتاعت خزين التلاجة مقطعاها كده قصها بالمقص على حسب على قد الكمية اللي انا عايزاها. انا هنا كده بعمل على قد الكمية اللي انا عايزاها بالظبط، عشان لو حبيت اعمل اي حاجة يبقى عندي الكمية جاهزة متقطعة وجاهزة، ومش محتاجة ان انا اقطع من قطعة كبيرة او حاجة. هاخد الطبق على طول او هاخد الكمية اللي انا عاملاها دي هستخدمها على طول. بصوا بقى الطريقة كده جميلة وهتبقى شكلها حلو قوي، هتحفظيه بقى في التلاجة. البلح الناشف ده كان عندي في التلاجة كده في درج التلاجة، فقلت استغله بصراحة واعمل بيه حاجة كده حلوة تنفعني بقى في الكحك، تنفعني في قرص، تنفعني في كعب الغزال، في اي حاجة من المعجنات اللي انا بعملها هتنفعني فيها وهتبقى جميلة. وحاجة عاملاها بايدك ونضيفة وغسلة البلح كويس وعارفة انت عاملاها ازاي، وطعمها في منتهى الجمال. وبصوا عملت معايا كمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله يعني. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.